حلو يا جماعه. عارفه ان انتوا شفتوني بالهودي ده كتير الفتره دي، بس انا بلبسه بس لما بنيجي اصور عشان يبقى محطوط على راسي، فعشان الصراحه اسهل بس من ان انا البس حاجه وكده طرحه، لان انا بتخنق. وبعدين احنا داخلين على الصيف يا جماعه، فيمكن دي اكتر فتره يعني من اول ما انا اتحجبت تخنقني بسبب الطرحه، ان انا اعرف مثلا اصور وكده، ان انا بس محتاجه ان انا البس حاجه يعني، او الجو اصلا بيبقى كمان عندنا في البيت صعب قوي. المهم انا عارفه ان هي بدايه غريبه قوي ان احنا نكون بادئينها على طول في المطبخ، فهرحب بيكم بعد ما اخلص البيت. استنى اوريكم البيت شكله عامل ازاي. بصوا شوفوا ده شكله بعد طبعا ما سيبته عمل، شكله بقى تحفه تحفه بجد. عايزه اقول لكم ان انا شربته اوريدي الشاي، فما صورتش معاكم صراحه. كنت عايزه اعمل معاكم من امبارح نايت الروتين بتاعي، دي مش عايزه تساف. ماشي استنى، غيرت اتجاه شويه الكاميرا عشان كاميرا التليفون كانت تحت خالص، فانا ما كنتش ظاهره، بس البيت خلص واتحرق. بس جاي اتكلم معاكم شويه صراحه بشكل وجه عام كده، لان انا يومي ما بعملش فيه حاجه ان انا مثلا احطها لكم صراحه بجد. يومي عباره عن بعد رمضان اكل ومرة وقلت صراحه بجد. هلو، ازيكم عاملين ايه؟ جايه النهارده موقع اصلا مختلف. بصوا بقى، النهارده اليوم عباره عن حاجات نفسي اجربها ونفسي اعملها ونفسي اضيفها مثلا في الروتين بتاعي ومبقاش عارفه اعملها، فحابه ان انا اجرب النهارده. بما ان انا من بعد العيد الدنيا كانت ملخبطه بالنسبه لي، وقعدت فتره كبيره كده برضو مش عارفه اذاكر، فاكيد احنا كلنا بنمر بالفتره دي، وانا اديت لنفسي البريك النهائي ان انا ارتاح. ف انا الفتره من زمان جدا كان نفسي ان انا اعمل يوجا في البيت وكده، وانا اصلا اوريدي كنت بنزل جيم، بس طبعا ما انتظمتش عليه لاسباب شخصيه يعني. 7 داخله على 8 8 ل10 دقايق او 14 دقيقه بالظبط يعني. فالمفروض ان انا اصلا ما نمتش، بس مش جايلي نوم اصلا، فاقوم اعمل حاجه وفي نفس الوقت اعمل فيديو على اليوتيوب، وفي نفس الوقت اكون انا بجرب حاجه نفسي اعملها اصلا، ومنها نشجع بعض. اعرف اذاكر بره بس مش عارفه اذاكر في البيت، وللاسف ان انا حتى لما قعدت ذاكرت في البيت ما ذاكرتش كتير، ومفروض اصلا عندي ميد ترم الاسبوع الجاي، فعايزه ان شاء الله الاسبوع ده اشد حيلي وابدا. عملت الشاي وكنت اخدت 7 دقايق تقريبا في يوجا، وصراحه يا جماعه جسمي بدأ يفك الصراحة. انا بحب اصلا التمارين وبحبها في الوقت الصباحي ده قوي 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 يعني. المهم عملت الشاي بتاعي، هعمل بس السندوتش واحطه في طبق وهاخدهم معايا هناك. صح دول يا جماعه، انا مفكراها مساعدة تانية فيدا وهي اصلا دومتي. ماشي اوكي، حصل خير. هعمل بس ساندوتش عشان ادي الساندوتش معانا والشاي. مش عارفه ممكن اعمل خياره لو لقيت او طماطم، استنى اشوف. الجزرايه استنى هبشرها واجيلكم. ايه حليفة تقطيع طماطم، بحب التقطيع طماطم. اخدت من اليوجا كام يعني 24 دقيقة، فانا اخدت من وقتي يعني الساعة دلوقتي بقت 8:30 دقيقة، فانا لسه مكملتش فطاري. عايزة افطر واشرب شاي وكده وهقوم البس وهوريكم الاوتفيت ده اصلا بتاع. يا جماعه ما تنسوش تشربوا ميه عشان انا اصلا بنسى، فما تنسوش. بفكر نفسي وبفكركم بجد.
احتمال ملحقش اكل هنا في البيت، فهحطهم في علبة واخدهم معايا. فكرة بقى ان انا هاخد شنطة صغيرة، فمش عارفة هتنفع ولا لا، بس هشوف. والشاي احطوه في بتاع ماي بقى، مش عارفة. بس اقوم بسرعة عشان والدتي خلاص بتخلص وهتنزل، وهي اللي كانت توصلني نص المشوار يعني كده، بس عشان ما امشيش كل الحتة دي من البيت للموقف. يلا انا سامعك اهو، هي اللي بتسحبك هنا اهو. نلعب انا وانتي. خشي بره، خشي بره. جاهزين يا ولاد؟ جاهزين اعمل لكم كيكه. قطع شرايينكم. لا بصي لقيت هدية ماما على امازون. في ايه؟ لا اكيد مش ده اللي هيقطع شراييننا. افتكرت ماما هتبوظ مفاجأة. شغالي اغنيه حلوه. حاضر اهي. اغنيه ولا شغالي فيلم ليه؟ ليه؟ ليه ليه؟ بالطول. هتفتكر الاكس ولا ايه؟ بالطول. بجد؟ ده انا واحمد على طول. بجد؟ انا واحده يبدأ يتكلم عن انه هاي يا جماعه، عايزه اقول لكم ان الساعه دلوقتي الساعه 11. طبعا انا كنت قايله في اول فيديو ان انا مطبقه من امبارح. يومي ما كانش احسن حاجه بجد. كنت قايله ان الصبح هيكون جميل، وحقيقه انا وفرت احسن حاجات انا كنت ممكن اقدر اعملها لنفسي. عملت حاجات كان نفسي اعملها جدا. عملت ان انا بدات يومي بيوجا. ما كنتش نايمه، بس بدات يومي بيوجا، وعلى فكره فرقت جدا معايا. فرقت معايا في العمود الفقري، وانا عندي كحه بقالها فتره كبيره جدا. فقبل ما اعمل يوجا النهارده يعني كنت بتكلم يعني مع اخت مامتي وكده، وقالت لي ان ممكن يكون سبب الكحه دي جنوب الانفيه، لان هي قعدت معايا فتره كبيره جدا. فالسبب ان انا اصلا ما بتنفس من مناخيري قد ما انا بتنفس من بقي. فمش عارفه يا جماعه، هو الموضوع مش طبيعي، وانا عارفه ان هو مش طبيعي. بس يعني كده. فاليوجا عملت ايه معايا؟ يعني انا مش هقدر اقول هي حاجه تحفه وكده، بس انا بتكلم بجد خلال يومي فرقت ازاي. يعني انا لو واظبت عليها ممكن تفرق معايا كويس جدا. طبعا انا بس دلوقتي عشان لسه طالعه فانا هبطانه، انا بلحق ان انا بجد اتكلم معاكم، لان انتوا لو شايفين عيني بصوا يعني انا طلع لي هالات سودا. انا مطبقه من امبارح. انا على نومي من الساعه، يعني على صحياني من امبارح الساعه 6 المغرب، ما نمتش تاني. ده من امبارح. فما بالكم ان انا دلوقتي الساعه 11. بصوا عشان بجد اكون قايله لكم بالظبط الساعه 11 اللي قلت ده الساعه 12 و12 دقيقه. وفي اخر اليوم حابه اقول لكم نصيحه، وهي انك بتحكمش على يومك من اوله ولا في نهايه اخر لحظات حصلت فيه. يومك بتحكم عليه في خلال ال 24 ساعه، يعني من اول ال 24 ساعه لحد اخر ال 24 ساعه. بمعنى حصل لك الحلو حصل لك الوحش، لما تيجي تقسم وتقول ان يوم كذا كان حصل لي فيه كذا وكذا، هتقول فيه كذا وكذا. في حاجات حلوه كانت حصلت لي اسمها ايه وايه وايه وايه، وحاجات وحشه حصلت لي كانت ايه وايه وايه. وفي الاخر هتكون الحمد لله انك مريت بكل ده وانت دلوقتي كويس، على الاقل حتى مثلا لسه بصحه كويسه، وتقدر ان انت تقوم تاني بكره. بس احبكم، باي.